سي محمد القشاد، السلام عليكم. وعليكم السلام. غادي تكلمنا على الافاق نتاع هذا الاعتصام ديالك. الاعتصام بديتو اليوم نتيجة على واحد المراسلات اللي كنت درتها لجميع الادارات منهم الاقليم ديال جرسي في صفه العامل، وما تلقيت حتى شي جواب او استدعوني انني باش يجلسوا معايا في طاوله الحوار. ونتيجه لهذا القرار تاع السوفي اللي ما شهدتش به ربما شي جماعه ترابيه في المغرب، لان كنشوف بان هذا الرئيس ديال جماعه جرسي تصرف لا اداري. سي محمد القشاد، واحد السؤال اللي كيتبادل دابا بزاف، كاين بزاف الناس اللي كيلاحظوا. نعم. واش ما كاينش شي اطارات اللي تدافع على الموظف الجماعي في جرسيف؟ كنشوف ما كاينش موظفين اللي مساندينك في هذه القضيه. احنا عندنا شنو الاسباب؟ عندنا واحد التراكم سيرتو الجماعه المحليه عندنا هنايا كاين تراكمات بالنسبه لهذا الركود، لا بالنسبه في المجال النقابي او المجال الجمعوي. يعني كنظن هذه بالنسبه لنا احنا كنشير لهذه النقطه هذه، على اننا ليس لدينا مكتب نقابي هنا في الجماعه، نتيجه للتراكمات ديال السلطويه التي كيمارسها المجلس الجامعي ضد الموظفين. وهذه السياسه قمعيه نهجتها المجالس السابقه ونجحت فيها، ودابا حنا كنعيشوها اليوم. ولكن بهذه المناسبه هذه كان ناشد ولكل الشغيله الجماعيه بجهتنا كاملين انهم ينوضوا حتى هما ويتحركوا، وان يقولوا لا للحقره ولا للظلم، ونعم للعمل ونعم سي محمد، باش نختموا حنا كنتمناو هذا النضال ديالك يعطي الفواكه ديالو ويبان الحق، الظالم يبان والمظلوم يبان، ونشكرك كثيرا. شكرا.